18/4 النهارده عيد ميلادي، كل سنه وانتم طيبين. بجد كانت سنه مليئه بالاحداث، اتمرنت فيها كتير، عملت فيها دايت كتير، كمان بدات السوشيال ميديا بتاعت المجال الرياضي. الحمد لله انتصرت كتير جدا. بس انا مش طالع اقول لك انجازاتي في يوم عيد ميلادي، انا طالع اقول لك النهارده انك تقدر توصل لاي هدف انت عايزه، بس انت تحط نفسك على اول الخط بتاعه، اول المشوار بتاعه. حقيقي السنه دي انا وصلت لحاجات السنه اللي فاتت ما كنتش حاططها في دماغي، ما كنتش متخيل ان انا ممكن اوصل لها بالطوب الصغير اللي ممكن ارصرصه فوق بعضه. الرساله بتاعت الفيديو ده اللي انا بقول لك اللي انا قدرت اوصل لحاجات كتير ما كنتش متخيل ان انا ممكن اوصل لها السنه اللي فاتت بسبب حاجه واحده بس، ايماني بربنا، واللي انا حطيت نفسي على المسار الصح. انا وانت عارفين الحاجات اللي بتضيع وقتنا، وعارفين الحاجات اللي فعلا بتستهلك من طاقتنا سواء نفسيه او ماديه. فارجوك انا جاي لك دلوقتي، ودي رساله ممكن تبدا بيها السنه بتاعتك كمان ايا كان عيد ميلادك امتى. ابدا باقل الامكانيات، ما تستناش احسن الظروف، حط لنفسك طوب صغير هيعلى بيك وهيعليك لحتت انت مش متخيل ان انت توصل لها. انا عارف انك مستغرب جدا المنظر اللي انت شايفه دلوقتي ده، فراخ مشويه ورز بسمتي وشويه كاتشب بس كده، المفروض افتح وجبه كبيره بقى زي ما انت بتشوف على السوشيال ميديا. واقعيا الاكل ده مش بس بيوصلني لهدفي اللي انا يكون شكلي كويس وعندي نسبه دهون قليله وعضلات، كمان بيحافظ على صحتي للمدى البعيد. فانا الحمد لله بعد سنه من الشغل على نفسي وعلى طريقه فكري وعاداتي، وصلت لمرحله اللي انا باكل الاكل ده وانا راضي جدا، وحاسس ان ده حاجه مفيده جدا وطعمها كويس جدا بالنسبه لي كمان. بس ده ما يمنعش برضو اللي انا لازم اكل حاجه حلوه، لاني فعلا مقدر الحاجات الحلوه جدا. هم يا احمد، شفايفي باظت. واظن بعد العظمه اللي انت شفتها في الفيديو دي، الفيديو ده يستحق اللي انت تعمل له شير وتعمل متابعه لو لسه ما عملتش، وتبعت تسالني عن باقات التدريب الاونلاين، عشان لو انت ما اشتركتش معايا قبل كده ليك خصم 50%.